بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. تحية طيبة لحضراتكم، ويا رب يكون الجميع في أتم صحة وأحسن حال. وبنقدم لحضراتكم عرض جديد من عروضنا للزواج الشرعي، فعلى كل الجادين الراغبين في طلب الزواج على كتاب الله وسنة رسوله التواصل معنا. وعلشان الناس الجديدة اللي معانا على القناة وبيسألوا طرق التواصل معانا ازاي، فأنا بأكد لحضراتكم إن طرق التواصل معانا هي على اليوتيوب أو على الإيميل الخاص بالقناة. هتلاقي الرابط بتاع الإيميل موجود في الوصف بتاع القناة، وفي الحالتين هيتم الرد على حضرتك أو على استفسارك في أسرع وقت ممكن بإذن الله. في كلمتين مهمين جدا حابب أتكلم فيهم مع حضراتكم. أنا برجو من حضراتكم إن مشاهدة العرض من البداية للنهاية عشان تكون عارف جميع التفاصيل الخاصة بالعرض، لأن أنا ملاحظ إن الناس بتسألني على أسئلة هي بتكون مذكورة في الفيديو، وبتكون كل التفاصيل مذكورة في الفيديو. فحضرتك شاهد العرض جيدا هتعرف جميع التفاصيل اللي انت عايز تعرفها، لان زي ما انا قلت انا بذكر جميع التفاصيل الخاصة بالعرض في الفيديو. فخلي سؤال حضرتك يكون لحاجة هي مش مذكورة في الفيديو عشان اقدر اجاوب على حضرتك، او علشان اقدر اجاوب على الناس اللي بتسألنا اسئلة مش موجودة في الفيديو، عشان نقدر نساعد الناس كلها ونكون عند حسن ظن الجميع بإذن الله. وعلشان ما اطولش عليكم حابب اقول لكم بس، لو انت بتشوفني لاول مره ومهتم بالنوع ده من الفيديوهات وعروض الزواج، يبقى اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد من عروضنا اللي احنا بنعرضها باستمرار، علشان نقدر نساعدك في اختيار شريكه العمر المناسبه ليك. نبدا عرض النهارده ونخش في التفاصيل. معانا اليوم عرض زواج لعروسه مصليه وملتزمه، ارمله من فتره، وبترغب في الزواج والاستقرار مع شخص محترم يتقي ربنا فيها ويصونها، وبناء أسرة من أول وجديد. فربنا يرزقها بالشخص المناسب ليها اللي يصونها ويحافظ عليها. كود العروسة هو 364 زي ما احنا قلنا لمدام أرملة. مؤهل عالي، تعمل في وظيفة حكومية محترمة ولها دخل ثابت، وتقيم في منزل أهل منذ انفصال منذ وفاة زوجها، ولديها أولاد يقيموا معها في منزل الأهل. مكان إقامتها مصرية، تقيم في محافظة دمياط. السن 34 سنة. ملحوظة هامة جدا، لا تقبل التعدد لظروف خاصة بها. يعني يا ريت اللي تواصل معانا بخصوص العرض ده ما يكونش بيدور على زوجة تانية، لأن زي ما احنا قلنا هي لا تقبل التعدد نهائيا. وقبل ما نقول مواصفات الزوج اللي بترغب بالارتباط به، احب افكر حضراتكم يا ريت اللي لسه عملش لايك للفيديو، يا ريت ان انت توقف الفيديو ثواني وتعمل لايك للفيديو علشان نستمر في نشر المزيد والمزيد من عروضنا، ونقدر نساعد حضرتك ونساعد كل الناس الجادة في ايجاد شريكة العمر المناسبة ليهم. وايضا بحب اشكر كل الناس اللي بتتواصل معانا وبتتفاعل معانا على فيديوهاتنا، وبقول لهم يا رب نكون عند حسن ظن حضراتكم باذن الله. اكد ليكم احنا مستمرين بيكم وبدعمكم. نرجع تاني ونكمل باقي تفاصيل العرض ونقول مواصفات الزوج. يكون رجل محترم وعلى خلق، ملتزم ومصلي. يكون أرمل أو مطلق، لديه دخل ثابت أو عمل ثابت أو موظف. ويكون ميسور الحال، ويكون أيضا لديه شقة الإقامة فيها معه بعد الزواج بإذن الله. ملحوظة هامة جدا، هي مش هتقدر ان هي تسيب ولادها، يعني ولادها هيكونوا موجودين معاها. فانا باكد لحضراتكم علشان اللي يتواصل معانا يكون عارف ان اولادها هيكونوا موجودين معاها بعد الزواج باذن الله، لكنها هي تتكفل بجميع نفقاتهم ومصاريفهم. ومن اهم شروط اللي هي بترغبها في الزوج اللي هيتقدم ليها ايضا ان هو يكون من داخل المحافظه اللي هي بتقيم فيها، محافظه دمياط، لانها لا ترغب في الاقامه خارج بلدها بسبب ظروف عملها ودراسه اولادها. فربنا يقدم لها كل الخير باذن الله ويرزقها بالشخص المناسب ليها. طريقة التواصل مع والدها وهو ولي أمرها، فعلى من يجب بياناتها مناسبة ليه وهو في المواصفات المطلوبة. وبأكد لحضراتكم يتواصل معنا برسالة فيها بياناته الشخصية كاملة عرضها عليها. البيانات زي مكان الإقامة والحالة الاجتماعية ومؤهلك الدراسي وعمل حضرتك. ويكون مكان إقامتك زي ما أنا قلت إن هو يكون من داخل المحافظة اللي هي بتقيم في محافظة دمياط. وربنا يقدم للجميع الخير بإذن الله. وبكده العرض ده بيكون خلص، لكن عروض